مساء الفل. النهارده بس عايز اتكلم في موضوع شائك وعامل قلبان بقاله مش سنه ولا اتنين، لا السنوات اللي فاتت دي كلها. حرق الدم وهري لما الجيش المصري بيبني قواعد عسكريه، يشتري اسلحه متطوره، يحدث، يعمل مناورات. ده طبيعي لان احنا دوله قويه ودوله كبيره، وطبيعي ان احنا نحدث جيشنا ونطوره باستمرار. يطلع بقى البشوات من بعض الدول او بعض المصريين اللي ما عندهمش فكر او فهم: احنا بنشتري السلاح ده ليه؟ احنا بنعمل ده كله ليه؟ افتحوا لنا الحدود يا مسروه عشان نحرر الاقصى. الاقصى حرام عليكم، الجيش المصري بيعمل ايه؟ فين الجيش المصري؟ فين الجيش المصري؟ طيب انا هسأل سؤالين واتمنى تردوا عليا بما يرضي الله، والسؤالين عاديين جدا يعني بطرحهم انا كمواطن مصري طبيعي، عايز اعرف اجابتهم مش اكتر ولا اقل. اول حاجه، انا لو حاربت، هل هحارب العدو الكيان لوحده، ولا هحارب الكيان والغرب وامريكا والناتو كله؟ وفي النتيجه هتبقى ايه؟ السؤال التاني، انا لو حاربت هحارب لوحدي ولا هتحاربوا معايا؟ هل الجيوش اللي حواليا كلها هتقف في ظهري وهنطلع نحارب كلنا، ولا هتعملوا زي اليهود لما قالوا لنبيهم: اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا ايه لقاعدون؟ انا عايز افهم بس، ردوا على السؤالين دول وساعتها احنا نشوف بقى نحارب ولا ما نحاربش. لازم نفهم ونعقل، لان هي الموضوع مش خناقه، الموضوع ممكن يبقى فيه خراب ودمار، وفي نفس الوقت جيشنا، الجيش الوطني، الجيش المصري العظيم، موجود ومعمول وبنطوره وبنحدثه لحماية مصر والمصريين فقط. يا رب نكون فهمنا، ويا رب نعقل ونبطل هطل. السلام عليكم.